السلام عليكم اخواتي وحبايبي، اهلا بيكم، نورتوني. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. هنعمل مع بعض النهاردة البانيه المشوي بطريقة سهلة وبسيطة. هتجيبي البانيه بتاعك عادي خالص، بعد كده هنغسله بالدقيق والمحلول الملح والليمون، وهنشطفه كم مرة، وهنتبله بالطريقة العادية خالص زي ما عملنا البانيه اللي قبل كده. بعد ما نتبل البانيه بتاعنا هنسيبه في التلاجة ساعتين، او هتعمليه قبلها بيوم. بعد كده هتجيبي طاسة او جريل على النار، وهتبداي تحطي فيها معلقتين زيت. ان احنا هنحط معلقتين الزيت بس عشان هو ما يلزقش، لكن لو انت هتعملي على جريل شوي هتحطيه على طول من غير حاجة. هتبداي تحطي البانيه بتاعك، ولما ياخد التشويحة اللي احنا حطيناها او الناحية اللي احنا حطيناها هنبدأ نقلبه على الناحية التانية. ممكن تقللي كمية الزيت دي، تحطي معلقة واحدة بس، ولما تيجي تحطي رصة تانية تحطي معلقة غير بعديها. انا هبص عليه هشوفه طبعا عايزين نقلبه ولا لا. هو لسه شوية. اللون بتاع الشوي بتاع البانيه انت هتتحكمي فيه براحتك، لو انت عايزة تعمليه غامق او فاتح، المهم ان هو يكون مستوي. في ناس بتحب اللون بتاعه يبقى مش باين ان هو مشوي زي الفراخ بالظبط. هو بياخدش معاكي اي وقت، وجبة سهلة وسريعة جدا. هنبدأ نقلبه على الناحية التانية. طبعا مفيش مشكلة ان انتي ما تقلبيه كده ياخد الوش التاني وبعد كده اقلبيه، مفيش مشكلة خالص. لو انتي متبلة البانيه قبلها بيوم وجاية مستعجلة هتعملي الوجبة بتاعتك مش هتاخد معاكي اي وقت. خلاص كده انا هبدأ اطلع اللي اتحمرت هشيلها. وقلتلك اللون اتحكمي فيه براحتك. انا طلعته بقى بالمنظر ده. هتقدمي معاه ممكن تعملي معاه مكرونه، وممكن نعمل معاه رز. النهارده احنا هنعمل رز بالقرفه، وممكن تعملي رز بالخلطه عادي زي ما انت عايز. هتغسلي الرز بتاعك كويس. بعد كده هتجيبي معلقه سمنه او معلقه زيت، وهتقشري بصلايه وتقطعيها قطع صغيره، وهتبداي تشوحي البصلايه دي في معلقه السمنه. احنا مش هنحمر البصلايه ولا حاجه زي الرز بتاع السمك، بس احنا هندبلها بس. خلاص كده هقلب بقى البصلايه بتاعتي. لازم اكون غاسله الرز جنبي، وفي الوقت دوت هحط ميه تغلي على النار عشان تسهل عليا الموضوع شويه. هتقلبي البصل معاكي لغايه لما يدبل. في ناس بتبقى عايزه اللون بتاعه غامق فبتعمل له شويه سكر كده بتكرمله علشان يدينا اللون البني الغامق. هحط الرز بتاعي وهقلبه وهشوح الرز شويه، واتفقنا ان انتي لما بتحطي الرز قبل الميه بتشوحيه شويه عشان الرز يبقى مفلفل معاكي. هكون مجهزه البهارات بتاعتي علشان لما اشوح الرز هضيفها عليها. الاعتماد الاساسي في الرز ده القرفة. انتي بقى هتحطي معاها ملح، هتحطي شعرة فلفل اسمر، حبهان، هتحطي بهارات فراخ او ماجي اللي انتي عايزاه، وهتقلبيهم. تقلبيهم كويس قوي مع الرز. لو ولادك بيحبوا طعم القرفة زوديه شوية، لو هما يعني ما بيحبوهاش قوي قلليها، بس تدي يدوب تدي طعم للرز. طريقة سهلة وبسيطة، ووجبة سهلة جدا. لو انتي مستعجلة او جاية تعبانة وعايزة تعمليها بسرعة مش هتاخد معاكي وقت. انا شوحت الرز بالبهارات وكل حاجة. هبدأ احط بقى المية مغلية. هقلب الرز زي ما احنا متعودين علشان اشوف ازود مية تاني ولا كده كفاية. كده انا ازود شوية مية. هغطي بقى الحلة وهستنى عليه لغاية لما يشرب المية. بعد ما يشرب يبقى بالطريقة دي هوطي عليه النار وهسيبه براحته خالص ربع ساعة او 10 دقايق. ممكن احط تحتيه شياطة
علشان الرز ميلزقش مني. بالمنظر ده يبقى كده استوى. هقلب الرز بتاعي واغرفه. قلبيه قبل ما تغرفيه علشان تلاقي الرز كله زي بعض. بعد كده هغرف بقى وهحطها في اطباق التقديم، وهحط معاها الصوص اللي انا عايزاه. وبالهنا والشفا. ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.